أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم من مواليد 2008، فراس بن حمد ضايحي، أحد المواهب القادمة في عناب ستير. نادي الفيصلي مخرجاته كثيرة في كرة القدم سابقا، وأتمنى أن الفيصلي يكون هو الفيصلي في الأعوام الماضية. كان الفيصلي في الدوري الممتاز كان مميز جدا، وفريق يخشاه الكبير قبل الصغير. نجمنا لهذا اليوم فراس ضايحي، أحد أبناء جازان، ومعروفة بأن جازان ولادة في مواهب كرة القدم. يقول فراس عن نفسه: اكتشفني أحد أبناء حارتي، كنت ألعب في جوار المنزل، فأخذني إلى أحد فرق الحواري في جازان، وبعد مدة من التطوير في أحد فرق حواري جازان أتت مجموعة لاكتشاف المواهب من نادي الفيصلي، فأعجبوا بي وهو يلعب في مركز الطرف وأيضا المهاجم. فراس ضايحي مهاجم مميز ليكتشف نفسه ويطور نفسه أيضا مع أبناء ستير. نتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم، ابن الفيصلي عناب ستير، فراس ضايحي. بمستويات ترتقي من مباراة لأخرى، يبرز اللاعب فراس حمد إبراهيم ضايحي ويضع أقدامه على خط النجومية كأحد الأسماء الواعدة في مجال كرة القدم. يلعب في مركز المهاجم ويرتدي قميص نادي الفيصلي. بارع في تنفيذ المهام المنوطة به، ولديه رصيد جيد من الأهداف المتزايدة باستمرار. تحركاته السريعة تمثل إحدى المهارات المتعددة التي يتمتع بها، ويشكل حضوره في كل نقطة يمكن أن يغزو بها المرمى. تصويباته دقيقة وكثيرا ما تثمر عن أهداف، كما يستطيع تشكيل حالة من الإرباك المستمر للدفاعات بقدرته على المراوغة ومهاراته في الانفلات من التكتلات. حركته السريعة وقدرته على التمويه تجعل من الصعب مراقبته على طريقة رجل لرجل. انفراده بالمرمى يجعل الحارس في موقف لا يحسد عليه، يحظى بثقة الجهاز التدريبي ويجد الدعم من جمهور النادي. فراس ضايحي في الموسمين التي لعبها مع عناب ستير استطاع اللعب في 10 مباريات، سجل 5 أهداف وأسيست 4 صناعات. فراس ضايحي اسم قادم في سماء عناب ستير. أصدقائي، كما عودتكم، أكاديمية F5 فرعين في النظيم والرمال. كان معكم محمد إبراهيم من برنامج نجم الصاعد. كونوا سعداء. أكاديمية F5، بيئة رياضية صحية آمنة لأبنائنا، تمنحهم متسعا من الوقت لممارسة رياضتهم المحببة وصقل مهارتهم وتطوير مواهبهم والانخراط في الأنشطة الرياضية والتعليمية والتدريبية. F5 للمصداقية عنوان.